وارجع بقى تاني لميثاق حماس عشان اعرف، ونقرا ده سريعا بشكل مكثف جدا مستندا الى عدد 12 المجلد 4 مجلة الدراسات الفلسطينية شتاء 1992. ميثاق حماس اللي هو طلعته سنة 1988 باعتبار ده الوثيقة بتاعتها، ده تأسيسها يعني. هو حصل بعد كده تعديل في 2017 بعد ما وقع الإخوان في مصر وتراجعت جماعة الإخوان في العالم، والعالم بدأ ينظر لجماعة الإخوان باعتبارها يعني جزء من لعبة الإسلام السياسي الإرهابي، فعمل شوية تعديلات تجميلية تزويرية تزييفية تافهة كذوبة في 2017 ملناش دعوة بيها، ده محض كذب. لأنه كل اللي بتعمله بقى حماس وبتقوله لغاية دلوقتي هو ده من قلب الميثاق الحقيقي اللي هي نشراه. المادة الأولى: حركة المقاومة الإسلامية الإسلام ومنهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان، وإليه تحتكم في كل تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها. سلمنا على العلمانيين العرب المؤيدين واليسار المتأجج حماسا. طيب المادة الثانية: حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركة الإخوان تنظيم عالمي وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث. إيه رأيكم؟ ها؟ ده الميثاق الأصلي الحقيقي اللي اتبنت عليه حماس واللي بتنفذه حتى الآن. لما تقرأ ده وتعتبر أنت دلوقتي بتأيد الإخوان المسلمين، هل بتعتبر الإخوان المسلمين لما يعملوا أي حاجة في مصر ده لصالح مصر ولا لصالح الإخوان المسلمين؟ قيس أنت. في المادة السابعة: حركة المقاومة الإسلامية حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة الصهيونية، وتمضي لا تتصل وترتبط بحلقة أخرى تضم جهاد الفلسطينيين وجهود وجهاد الإخوان المسلمين في حرب 48. أنا هيجي في يوم أشرح لكم القصة الوهمية والكذبة الكبيرة. في كذبتين في 48: كذبة الأسلحة الفاسدة، كذبة يعني رهيبة فظيعة ومتاجرة بيها وتزوير وتزييف الوعي المصري حتى الآن. ناس فاكرة ان احنا نزلنا عشان في أسلحة فاسدة، ودي كذبة فاسدة. المهم، والكذبة الثانية مشاركة الإخوان المسلمين في حرب 48 ومواجهة إسرائيل. مش كذبة عادية، كذبة مفضوحة رخيصة حقيرة. المادة التاسعة: أما الأهداف هي منازلة الباطل وقهره ودحره ليسود الحق وتعود الأوطان وينطلق من فوق مساجدها الآذان معلنا قيام إيه؟ دولة فلسطين؟ لا يا فندم، قيام دولة الإسلام. المادة 11: تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، ولا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو جزء منها، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة. هذا حكمها في الشريعة الإسلامية، ومثلها في ذلك مثل كل أرض فتحها المسلمون عنوة. الناس كمان بيقولوا احنا يعني المسلمين فتحوا بالعنوة، بالغزو وبالسلاح، حيث وقفها المسلمون من زمن الفتح على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة. يعني طلعت فلسطين مش عربية من آلاف السنين، لا، دي طلعت إسلامية بس من سنة كام؟ 17 ولا كام ولا 16 هجرية ولا كام لما فتحها عمر بن الخطاب. ده تنازل أمام إسرائيل، ده مش تنازل عادي، ده تنازل رقيع. لأنه لو قال لك فلسطين إسلامية يعني بدأت مع الإسلام، يا لا، يبقى هم بيقولوا احنا يهودية وموجودين وأرض الميعاد وموجودين من قبلكم بكم 1000 سنة بقى. إنما لما تقول إنها فلسطين العربية، طب فلسطين العربية التاريخية من كنعان، فرق جبار. اصحوا. المادة 12: الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية، الحمد لله كلمة عن الوطنية، ما لها بقى الوطنية أخي حمساوي؟ جزء من العقيدة الدينية، جزء من العقيدة الدينية. فوطنية، ده في المادة 13، فوطنية حركة المقاومة الإسلامية جزء من دينها، على ذلك تربى أفرادها ولرفع راية الله فوق وطنهم يجاهدون. ولا بد من ربط، ده المادة 15، ولا بد من ربط قضية فلسطين في أذهان الأجيال المسلمة على أنها قضية دينية
صراع ديني اهو. هو عايز الاسلام ضد اليهوديه، بس ده الحكايه. عايزها حرب زي الحرب الصليبيه، تبقى حرب اسلاميه خلاص كده، حرب هلاليه لو اعتبرنا الهلال يعني الرمز. ويجب معالجتها على هذا الاساس من الاخر، حرب دينيه. وسلامي وتحياتي للاخوه العلمانيين واليساريين. اما الماده 18 بقى غريبه، تخص المراه بس. انتوا عارفين الهوس الاسلامي بالمراه، هوس الاسلام السياسي بالمراه. بمناسبه برضو يعني الناشطات والعقول النسائيه العظيمه اللي بتنتصر لحماس. والمراه في البيت المجاهد والاسره المجاهده اما كانت او اختا لها الدور الاهم في رعايه البيت وتنشئة الأطفال على المفاهيم والقيم الأخلاقية المستمدة من الإسلام، وتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية استعدادا للدور الجهادي الذي ينتظرهم. ومن هنا لابد من العناية بالمدارس والمناهج التي تربى عليها البنت المسلمة لتكون أما صالحة واعية لدورها في معركة التحرير، ولابد لها من أن تكون على قدر كاف من الوعي والإدراك في تدبير الأمور المنزلية، فالاقتصاد والبعد عن الإسراف في نفقات الأسرة من متطلبات القدرة على مواصلة السير في الظروف الصعبة المحيطة. ده دورك يا مرأة يا فلسطينية في القضية الفلسطينية من وجهة نظر حماس، اللي هي هدفها تطبيق الشريعة الإسلامية. ده حماس اللي يعني نستطيع أن نقول بوضوح شديد أن كل من يعني يدعمها إنما يدعم المشروع الإسلامي، مش مشروع الإسلامي السياسي ومشروع الخلافة وتطبيق الشريعة والحرب الدينية والصراع الديني، لا المقاومة الوطنية الفلسطينية ولا الحق الفلسطيني ولا استرداد الأرض الفلسطينية ولا أن فلسطين عربية ولا أن فلسطين لمواطنيها وأهلها وشعبها إطلاقا. اللي بيأيد حماس وهي بتواجه إسرائيل دلوقتي النهاردة في غزة هو بيأيد تطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية وتكفير الآخر والأهل الذمة والتعامل مع أهل الذمة والمرأة تبقى في البيت، كل القيم دي. وقبل ده وبعد ده وأهم من ده كله بيؤيد إنها حرب دينية وصراع ديني. عايز بقى تأيد انت وتعمل ده، انت حر بقى، روح سقف، روح بقى يعني حوقل وبسمل بقى واعمل اللي انت عايزه واشتم وهاجم، بس تبقى عارف كويس قوي انك انت بتأيد الحرب الدينية. والدول العربية اخر حاجة يا فندم، والدول العربية المحيطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذوا دورهم ويضموا جهودهم إلى جهود إخوانهم من الإخوان المسلمين بفلسطين. يعني مش حتى بيقول مع إخوانهم الفلسطينيين، لا، أراها تاني عشان أختم بيها. وأرجو أنه يعني لا يختم على قلوبكم إلى حد أن أنتوا ما تنظروش وتتأملوا إلى أي حد. يعني حماس هي ضد الشعب الفلسطيني، وهي عون لعدوه وذراع لعدوه، لعدو الشعب الفلسطيني. والدول العربية المحيطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذوا دورهم ويضموا جهودهم إلى جهود إخوانهم من الإخوان المسلمين بفلسطين. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا هي حماس وهكذا هو مشروعها. من أراد منكم بقى أن يتخذ رأيا أو موقفا أو عاطفة أو فكرة أو رأيا فهو حر تماما، حر وحر وحر على رأي محمود درويش العظيم. فأنت الآن حر وحر وحر.